الجريمة دي من أبشع الجرايم، لأن الشاب اللي قدامكوا ده اتقتل بأبشع طريقة جوه شقته. والصدمة الكبيرة إن اللي عمل فيه كده ما كانش فيه أي حاجة بينه وبينه عداوة ولا أي حاجة، ولا حتى شخص غريب عنه. ده كان البنت اللي كان بيحلم يعيش عمره معاها. سنة 2024 في محافظة القاهرة كان في شاب اسمه أحمد وعنده 24 سنة، وعيشته كانت بسيطة جدا. وأحمد كان راجل شقيان وشغال على توك توك سواق، وتقريبا ما كانش بيروح البيت غير على قد النوم وبس، من كتر الشغل والضغوطات اللي عليه. والناس كلها كانت تشهد له إنه ملوش في أي مشاكل وإنه راجل محترم بجد. وفي يوم كالعادة أحمد شغال ورايح يوصل ناس، وبالصدفة شاف بنت. من أول ما شافها أعجب بيها، والبنت دي اسمها هبة، بنت جميلة وملامحها بريئة. وأحمد أعجب بيها جدا وبدأ يسأل عليها الناس، والناس فعلا شكرت في سيرتها وسمعتها. ومن هنا قرر يدخل البيت من بابه، وفعلا راح لأهلها وتقدم لها. وبعد أيام قليلة تمت الخطوبة، وكانوا بيحبوا بعض جدا المفروض. وأحمد على قد ما يقدر كان بيحاول يجيب لها أي حاجة هي نفسها فيها، عشان ما يحرمهاش من أي حاجة هي محتاجاها، لأن أحمد فعلا كان بيحبها من كل قلبه. وبدأ يجهز فرش الشقة بتاعته بأفضل شكل على قد ما يقدر. بس كانت حاجة غريبة جدا على هبة، إنها كانت مهتمية جدا بالتيك توك والتصوير والحاجات بتاعت السوشيال ميديا. وأحمد دايما كان بينصحها إنها تبعد عن السوشيال ميديا، وإنها تبعد عن الكلام الفاضي دوت، لكن هبة كانت بترفض. وطريقة لبسها كمان ما كانش بتعجب أحمد، وأحمد كان بينصحها كتير جدا، لكن هبة اللي في دماغها هي اللي بتمشيه. وبعد شهور تمت الجوازة، والمشاكل الحقيقية بدأت تظهر بجد. هبة طول الوقت وطول اليوم كانت مشغولة بالتيك توك والتصوير والسوشيال ميديا، وما كانتش بتعمل أي حاجة في البيت، لدرجة فستان الفرح ضلنا 15 يوم في نفس المكان بتاعه. وفي يوم أحمد كان نازل من البيت والجزمة بتاعته كانت قدام الكنبة، فنادى على هبة وقال لها: بعد إذنك يا هبة تعالي شيلي الجزمة من قدام الكنبة. فراحت هبة رد عليه وقالت له: تعالى شيلها أنت. فأحمد رد عليها وقال لها: خلاص يا هبة منشيلهاش. راحت هبة شايلاها ورمياها على وشه. وطبعا مفيش راجل في الدنيا يقدر يستحمل إهانة زي دي، فاتخانقوا مع بعض. وفي الوقت دوت شيماء أخت أحمد اللي قاعدة معاه في نفس البيت بس الدور اللي تحتيه، طلعت تهدي الخناقة ما بينه وبين مراته. وفعلا الخناقة هديت وكل حاجة رجعت زي ما كانت. لكن للأسف هبة سابت البيت وراحت عند أهلها. وأحمد رغم كل المشاكل الكبيرة دي راح يطيب بخاطرها ورجعها البيت، لأنه كان بيحبها بجد. وفعلا هبة رجعت البيت ورجع معاها كل المشاكل بتاع السوشيال ميديا والتصوير من تاني. وأحمد كان كل شوية يتكلم معاها أكتر من مرة عشان تبطل الموضوع ده، لكن هي اللي في دماغها اللي كانت بتعمله. وكانت دايما هبة تهينه قدام أخته وقدام الناس، وتقول له كلام يضايقه ويضايق أي راجل في الدنيا، ضايق أنت مش راجل وأنت مالكش لازمة والحاجات اللي زي دي. وأحمد كان دايما بيستحمل هبة لأنه ما كانش عايز يخسر البيت ويخسرها هي كمان، لأنه كان بيحبها. وسط الكلام ده كله هبة برضه ما كانش شاغلة بالها بأي حاجة في البيت، ولا كأنها اتجوزت ولا كأنها قاعدة في البيت أصلا. وما كانش شاغلة بالها بأي حاجة غير إنها تبقى مشهورة وعندها عربيات يعني عيشتها تبقى زي عيشة المشاهير والعيشة اللي زي دي. وفي يوم شيماء أخت أحمد كانت قاعدة تحت البيت، وأحمد وهو طلع شقته قابلها وقعد معاها شوية. وبعد كده خلص قعدته مع أخته وطلع على شقته. وبعد دقايق قليلة جدا هبة تنادي على شيماء أخت أحمد وتقول لها: يا شيماء تعالي بسرعة، أخوكي مغمى عليه. وفعلا شيماء طلعت الشقة بتاعت أحمد، وأول ما طلعت لقت أحمد واقع على وشه، وما كانش فيه دم واضح ولا أي حاجة تدل إن في حاجة غلط. ولما شيماء حاولت تقرب من أخوها عشان تشوفه في إيه، هبة دقتها ناحية البلكونة وقالت لها: لازم ننادي على حد يجي يساعدنا. وشيماء طلعت البلكونة وبدأت تصرخ وتنادي على الجيران. والجيران أول ما دخلوا الشقة لقوا أحمد واقع على الأرض. وشيماء لما رجعت من البلكونة لقت أحمد برضه واقع على الأرض، لكن في حاجة غريبة جدا، إن أحمد أول ما شيماء دخلت كان واقع على وشه، لكن لما رجعت لقته على ظهره. يعني كده أحمد حد حركه من مكانه، وبالتالي مفيش أي حد في البيت غير شيماء وهبة. ولما شيماء قلعت أحمد الجاكيت بتاعه لقيته واخد طعنة في صدره، فشيماء والجيران أخدوه بسرعة على المستشفى. لكن الصدمة الكبيرة إن أحمد يتوفى قبل ما يوصل المستشفى أساسا. والأصعب من ده كله إن الدكتور قال اللي حصل مش وفاة عادية، دي جريمة قتل. وفي اللحظة ديت المستشفى بلغت الشرطة، والشرطة أول ما وصلت بدأوا يسألوا هبة وشيماء إيه اللي حصل بالظبط وإيه اللي عمل في أحمد كده. لكن كان في حاجة غريبة جدا في هبة كانت محيرة رجال الأمن، لأن كله كان زعلان على أحمد ومتأثر باللي حصل له إلا هبة. وده كان غريب جدا في الوقت ده. وبسبب المنظر دوت الضابط بدأ يشك إن في حاجة غلط حصلت، وبدأ يركز أكتر مع هبة وبدأ يسألها أسئلة عميقة جدا.
وهي دايما كانت تمثل إن هي مش عارفة أي حاجة وهو كان مغمى عليه. لكن مع ضغط الأسئلة هبة انهارت واعترفت وقالت أنا اللي قتلت أحمد. وفي الحقيقة الكلام ده كان صعب أي حد يصدقه، وإن بنت زي هبة دايما ظاهرة إنها بنت طيبة ومحترمة تعمل الجريمة البشعة دي. وهبة قالت في التحقيقات إن أحمد كان في يوم راجع من الشغل وكان جعان جدا، ولما سألها على الأكل قالت له إنها مش عاملة أكل. فحصلت خناقة ما بينه وبين هبة، وفي الوقت دوت المفروض إن أحمد كان ماسك سكينة، وده على كلام هبة مش أنا اللي بقول. وهي كانت بتحاول تسحب منه السكينة، لكن الطعنة جت بالغلط في صدره، وهي ما كانتش تقصد. لكن الطب الشرعي كشف حاجة قلبت الجريمة بالكامل، إن الطعنة كانت بعمق أكتر من 14 سنتي، يعني ضربة قوية جدا ومستحيلة تكون بالغلط. وكمان هبة كانت قايلة إن الخناقة حصلت بسبب أحمد رجع من الشغل وكان جعان وما لقاش أكل في البيت. بس الشرطة لما فتشت البيت لقت التلاجة مليانة أكل، ومليانة كمان أكل جاهز، يعني الكلام اللي قالته هبة ما كانش حقيقي. وفي الوقت دوت الحقيقة ظهرت، وهبة هي اللي قتلت أحمد. ولحد دلوقتي ما صدرش أي حكم نهائي على هبة. وهنا السؤال المهم جدا، هل هبة كانت لوحديها ولا معاها حد كان بيساعدها؟ ولحد هنا الحلقة خلصت، لكن ما تنساش تكتب لي رأيك في التعليقات وتعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.